3 تحذيرات خطيرة من ال QR كود في أمريكا. على مدار الشهر اللي فات بس تم رصد 3 طرق بال QR كود نصب في أمريكا. خدوا حذركم. أول طريقة ودي الأشهر فيهم، إن بيجيلك على البريد، على الميل بوكس بتاعك، على عنوان بيتك، بوكس من USPS أو من شركات شحن أخرى. واليو اس بي اس دوت هو البريد الرسمي في امريكا. البوكس دوت باسمك بعنوانك وعليه ورقة QR كود. تفتح البوكس بتلاقي فيه اي حاجة، تلاقي فيه هدية، تلاقي فيه انفيتيشن، بتلاقي فيه حاجات مختلفة. والورقة QR كود ديت هو بيطلب منك اللي انت تسكان الورقة ديت وتخش على اللينك علشان تعرف تفاصيل الهدية اللي جات لك ديت او الانفيتيشن اللي جالك دوت. عشان كده في ناس كتيرة قوي حذرت من الطريقة ديت، لانك انت وانس اللي انت عملت سكان انت بيتهاك على الاكونت بتاعك اللي على بقى اكونت ابل بلاي او اكونت جوجل بلاي او whatever، وبيخش على الابليكيشنز اللي على بلاي ستور او على جوجل بلاي، ويبدأ ان هو يسرق منها معلوماتك، سواء بقى ابليكيشنز بنوك، ابليكيشنز كريدت، ابليكيشنز كاسكو او غيره ليك فيها كريدت. كل ده بيتسحب منك فور اللي انت عملت فيه الاسكان على الكيو ار كود. لما الناس بدأت تحذر بدأوا يستبدلوا كلمة سكان بسكام. يعني انت بتعمل سكان لكن هو ما هو الا عبارة عن سكام، يعني هاك او نوع من انواع الاحتيال اللي بيخش بيه على الاكونت بتاعك على الموبايل وبياخد منك كل البيانات بتاعتك. لو ما تجيلك اي بكسات من اماكن مجهوله جواها هدايا انت لا طلبتها مثلا ولا عارف مصدرها، او انفيتيشنز من اماكن انت ما عندكش بينك وبينها اي كونتاكت، ما تعملش سكان او ما تتحولش الى سكام. تاني تحذير هو ان في اماكن عامه في الشوارع او في مولات او في السبواي بيبقى عليها QR كود معلن، وبتبقى الناس اللي عامله الاعلان ده ناس كويسه جدا او اماكن كويسه جدا، وبيقول لك اعمل سكان مثلا تو ابلاي فور جوب فور اوفرز. لكن بيجي الناس بتوع الهاك او بتوع النصب بيحطوا على الكيو ار كود دوت سكان، بيحطوا ستيكر تاني بكيو ار كود بتاعهم هم. فوانت بتشوف الاعلان سليم، الكيو ار كود سليم، لكن الملزوق عليه كيو ار كود سكام. فوانس برضو انت بتعمل سكان انت بيتهاك على الاكونت بتاعك. تالت طريقة ودي منتشرة جدا لانها بقى المرة دي موجودة على السوشيال ميديا، يجيلك عروض فيك على السوشيال ميديا، على الفيسبوك او فيديوهات على التيك توك او صور على انستجرام بسكان برضو كيو ار كود، وبيقول لك خش تعمل سكان علشان تخش تعمل مش عارف ايه وتكسب ايه. وانس ان انت عملت سكان كل دي هاكس. ده هو كمان بيستخدم ميجا ستورز زي ويل مارت، زي كاسكو، زي هول فود ماركت. في ستورز كبيرة قوي بيخش كده على الفيديو، يعمل لك فيديو فيك ان مثلا يعني الميكروويف دوت ب$10، ويعمل لك فوتوشوب كده لشكل الميكروويف جوه كاسكو او جوه ويل مارت، اللي هو سعره مثلا $60، $70، $100، $150، هو بيعمله لك ب$10. يغير بس السعر بتاعه ويعمل لك يقول لك بعمل سكان للكيو ار كود عشان تخش تاخده ب$10 من اقرب فرع من فروع كاسكو او ويل مارت او غيره. تخش تعمل سكان وبتحول موبايلك الى هاك، بيتهاك عليه. فخدوا حذركم لما تشوف اي حاجه في اي مكان مش عارف مصدرها. طبعا بخلاف ان احنا لما بنخش مطاعم بنعمل سكان مثلا للمنيو،
لما بنروح مثلا انفيتيشن معلوم بنعمل سكان عشان مثلا ريجستريشن. دي خلاص انا بقول الاماكن او الجهات الغير معلومه، وخاصه الحاجات الموجوده في الشوارع ان بابليك. دي لما تيجي تعمل سكان ليها لازم تبقى ضامن ومتاكد المصدر والمعلن دوت، او ما يكونش فيه ستيكر عليها، او الاعلان اللي موجود على السوشيال ميديا ما يكونش من مصدر مجهول، سواء فيديو او صوره او بوست. خدوا حذركم.